لاقي مكان كويس اعرف اقعد فيه. ده اخرة اللي يفكر يصور في وقت يكون أم، ما بعد الساعة 6، لان حرفيا بيبقى هو يدوب اللي عايز يصور من 6 ل8 اخره. ما بعد ذلك بيبقى الموضوع صعب قوي. حاولت ان انا اخد المكان كله، اذ ربما الاقي مكان مناسب اكتر. بجد اغلب المكان شمس، ما فيش ضلة، ولو في مكان فيه ضلة ممكن يبقى فيه صوت دوشة زي كده. دلوقتي الوقت اللي بيخرجوا الطلبة فيه من المدارس، وكذلك في عمال شغالين وفي دوشة. مش عارف، بس الموضوع بجد مش ظابط. انا مش عارفة حتى احط مقدمة للفيديو، مش عارفة ابدأ، مش عارفة اعمل اي حاجة. وانا عارفة ان انا مكنتش هعرف اصور صراحة، بس قلت اجازف ليه لا، ما كده كده ممكن تصحلي الفرصة. فما بقاش انا اللي عطلت نفسي بنفسي، خليني اجرب. برغم ان انا لما خرجت 6 المرة اللي فاتت عشان اصور كان التصوير صعب، برغم ان انا خارجة من 6. دلوقتي بجد اصعب قوي. ف حتى لما بيبقى فيه هدوء زي دلوقتي المكان حواليا شمس، مش عارفة اصور. وهحاول ادور على مكان تاني. المشكلة ان انا لقيت مكان شوية ضلة، بس الاضاءة فيه ما كانش احسن حاجة. برغم ان انا بره مش عارفة اعمل ايه اكتر من كده. حاسة ان انا بولول. مش عارفة، هحاول اشوف هنا، يعني هحاول اقعد هنا ان شاء الله تظبط بقى. يعني حاسة ان هنا شوية ضلة، فيا رب اعرف اصور. هنا في لحظات من التتنيح الغير مبرر، معرفش ليه، بس تقريبا كنت بجلد ذاتي بأنب ضميري. وماذا بعد؟ بس بجد كنت بفكر في كوني عايزة اصور في مكان يكون حلو ومبهج واضاءته كويسة. فبفكر انا ممكن اصور فين غير اني اصور في اماكن عامة. فالموضوع شاغل تفكيري قوي الفترة دي، بس انا مهتمة وحابة قوي كوني اصور في مكان يكون زي ما انتوا شايفين مكان حلو، وتقدروا ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت وتشوفوا قصدي من اللي انا بتكلم فيه. حاسة ان اخر كام فيديو كانوا حلوين عشان انا كنت بصور برا، فانا مش عايزة اصور في البيت تاني. ده اللي انا بقيت حاساه في الفترة الحالية. ولان صناعة المحتوى من اكتر الحاجات اللي بجد بعشقها وبحب اقدمها، وحابة ان انا اشتغل على نفسي واقدمها بطريقة كويسة، فالموضوع شاغل بالي قوي. المشكلة ان يوتيوب مفيش من وراه العائد المادي اللي يغطي معايا تكاليف اني اعمل سيت اب، او اكون بيأدي حتى اللي هو اللي بيتصرف عليه. فاهمين قصدي؟ فالموضوع هنا مرهق شويتين، وبجد بجاهد وبكافح جدا لكوني اوصل لمكانة كويسة. فاعتقد ان بجد هنا استحق لايك، استحق اشتراك، استحق انكم تعملوا لي شير بقى، ها. فمش هتخسروا حاجة لو دوستوا اشتراك وشيرتوا القناة. على الأقل ضغطة الزر مش هتضركم في حاجة، الشير يمكن بجد في غيركم يستفيد بالمحتوى اللي أنا بقدمه، وفي نفس الوقت أسعدتوني بالكومنتات بتاعتكم، وكونكم تساعدوني في ان احنا نوصل مع بعض ونكبر مع بعض بدل ما انا مستاءة كده دلوقتي. في اليوم ده حصل معايا موقف مش ألذ حاجة انا في غنى عن اني احكيه، ولكن سبت المكان اللي انا فيه وخرجت لمكان تاني. والفكرة بكل بساطة قررت اني الغي الفكرة اللي انا كنت عايزة اصورها، واكمل لقطات عشوائية انه يلا يمكن تظبط معايا كفيديو. وفي نفس الوقت آه، حبيت انه اسجل لكم فويس، لانه مش هقدر بشكل او باخر اتكلم في الدوشة والعربيات والقلق اللي حواليا. بس حبيت انه اعتبر انه اليوم انا خارجة استمتع بوقتي في صباحي، ونتناسى ان الجو حر وبهدلة وان انا مش عارفة اصور الفيديو. بس حبيت اني استمتع بالوقت واخد لقطات لطيفة، استمتع بالقراءة برا البيت. وهنا كنت بما انه كده كده بايظة، انا الكتاب ده كنت عايزة اقرأه من بدري وحابة ان انا اخلصه في اقرب فرصة. فقررت اني استغل الوقت ده وابدأ اني اقرأ فيه. صحيح كنت متوترة شوية اول مرة اقرأ بالطريقة دي برا البيت، بس حبيت ان انا اعمل كده.
صحيح كنت برضو مش عارفة اعمل كده اوي، كنت بقلب في الصفحات بس الحمد لله قدرت اقرأ قدر لا بأس به. وبالمناسبة قربت اخلص الكتاب، فمبسوطة اوي الحمد لله. ومبسوطة انه اليوم على قد ما هو كان في شوية توتر، ولكن برضو مبسوطة ان انا قدرت اصور الفيديو اللي انا دلوقتي بعرضه قدامكم. حبيت صراحة، لانه زي ما بتحصل عقبات في الطريق، بس اوقات لازم بشكل او باخر ان احنا نتخطاها وناخد الريسك ونحاول ان احنا يبقى عندنا دايما بلان بي. انا ما كانش وقتها عندي بلان بي، بس كنت دايما بقول انه لو ما عرفتش اصور هستمتع بيومي، هاخد لقطات عشوائية، مش خسرانة حاجة. هنا كنت حسيت ان انا اتوترت شوية، مش قادرة اكمل قراءة، فقررت اني اسيب الكتاب شوية واعمل حاجة تانية. فالفكرة بكل بساطة، انا الشنطة كنت واخدة فيها كذا حاجة، من ضمنهم الدفاتر بتاعتي، كان منهم الدفتر بتاع التصوير اللي هو بكتب فيه السكريبتات او الافكار بتاعة المحتوى، وكذلك النوت بتاعة التخطيط اللي هي بتاعة التخطيط الاسبوعي بتاعة مسادة. وكمان كنت واخدة دفتر كمان اللي هو بكتب فيه افكار عشوائية، تو دو ليست، امتنان، وهكذا. كان ميكس، هو دفتر خليط ما بين حاجات كتير. وكذلك المقلمة بتاعتي عشان بيبقى فيها اقلام بألوان مختلفة او درجات مختلفة، الاقلام بتاعة الهايلايت بتاعتي وهكذا. فانا كان في شوية حاجات كنت محتاجة ان انا اكتبها واخطط ليها. مش دايما بتصحلي الفرصة ان انا اعمل كده، ولكن كل ما بتصحلي الفرصة لازم اكتب خطتي، على الاقل في الفترات اللي بتبقى مشتتة او ببقى مشغولة فيها قوي. خطوة لا غنى عنها. مش عارفة هل ممكن تكونوا من الناس اللي بتواظب على التخطيط ولا لا، او بتخططوا اصلا ولا لا. بس انا من الناس اللي ببقى مهتمة اني اخطط، وكذلك ببقى مهتمة جدا انه حتى لو في ايام وقعت وما كنتش ملتزمة بعادة التدوين او التخطيط او اي نوع من انواع الكتابة في المطلق، بحب من وقت للتاني، وبالاخص في الاوقات اللي بيبقى مخي مشتت فيها، في افكار كتير ببالي، عندي حاجات كتير محتاجة اشتغل عليها، فلازم اعمل الخطوة دي. وانا الفترة دي من حياتي كده، يعني مشتتة، عندي حاجات كتير محتاجة اشتغل عليها، حاجات كتير محتاجة اتعلمها وهكذا. فقررت اني استغل الوقت ده واحاول ان انا اصفي ذهني واكتب. هنا كنت بكتب تو دو ليست عادي جدا، يعني بما اني ماسكة النوت بتاعة التخطيط الاسبوعي، فهنا كنت بكتب تو دو ليست. واوقات التو دو ليست بتاعتي بتتحول لامتنان عادي جدا. ممكن التو دو ليست بتاعتي اكون عدى ايام، ولكن من باب تذكير، لا في اليوم ده حصل 1 2 3 4، فبكتب ال1 2 3 اللي حصلوا، لو حبيت ارجع لهم مرة تانية، عشان اوقات بعمل كده بالفعل. يعني اسلوب التخطيط بالنسبة لي هو مش قاصر على حاجة معينة، انا بكتب الحاجة اللي انا عايزة اعملها بطريقتي باسلوبي بالطريقة اللي تريحني انا. لانه ببدايتي في التخطيط كنت بتلخبط، لا دي تو دو ليست يبقى نكتب فيها المهام اليومية بس. ايه المشكلة لو انا كتبت انه الامتنان بتاع اليوم في البتاع، ما بحس انه قشطة عادي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لو انا يومي عدى اصلا وحبيت اكتب من باب تذكير، اذ ربما اكون محتاجة ارجع للمهام دي او محتاجة ارجع لليوم ده مرة تانية. على سبيل المثال، انا دفعت اشتراك النت النهاردة، فانا حابة عايزة اعرف من باب تذكير هجدده امتى، فبرجع للورقة دي. هي حاجة حصلت، بس إذ ربما أحب أجدد الباقة، فهيبقى امتى؟ حاجة تافهة صحيح، بس أنا بعملها. حاجة كمان من باب توضيح، يعني مثلا أنا معايا سيشن لحاجة معينة، ف إني أعيد على السيشن دي مرة تانية أو عشان أكررها، لازم أكررها بعد 15 يوم أو شهر. حاجة عملتها بس مكتبتهاش في وقتها، ممكن أكتبها زي كده في وقت تاني، ولما أجي أكون عايزة أروح لأ برجع للنوت، أنا حضرت يوم كذا، إذن الإعادة يوم كذا. وخطوة الكتابة في المطلق حرفيا من الحاجات اللي فرقت في حياتي قوي وأضافت لي كتير جدا، أيا كان نوع الكتابة، إن كان كتابة المهام اليومية أو التخطيط الأسبوعي، التخطيط الشهري، فكرة الامتنان، فكرة إن أنا أكتب في المطلق، إن كان عصف ذهني، حاجات أنا بشتغل عليها أو عايزة أتعلمها أخطط ليها بشكل أو بآخر، كوني أحول الخطوة الكبيرة أو الهدف الكبير لخطوات صغيرة وهكذا. كل الحاجات دي كانت بتفرق معايا وبتفرق في نفسيتي.
كانت بتسهل عليا الحياة، بحسها بجد أبسط وأسهل بكتير جدا من كوني أقعد أحط كل الحاجات في دماغي افتكرتها أصلا أو لأ. حتى الكتابة في كوني أدير الدخل والمصروفات وإن أنا أطور من شغلي أو أطور من مشروع تبعي أو في حاجات كتير، حتى السكريبتات والفيديوهات بقت أسهل. خلاص أنا قدامي محتوى واضح، أنا عايزة أعمل 1 2 3 4، فبقت سهلة. ففكرة الكتابة بجد حاجة إبداع. الفكرة إنه إزاي تستخدموها لصالحكم، ما تخلوهاش سلاح ضدكم، لأنه أنا بالبداية لما كنت بخطط ما كنتش عارفة أبدأ منين أو أبدأ إزاي. كنت بعاني، حرفيا كنت بعاني لدرجة إن أنا خدت تقريبا ببدايتي سنة أو سنتين أعمل التخطيط، وبعد ما أحط التخطيط بتاعي وممكن أكتب الخطة أتراجع فيها ومعرفش أشتغل عليها. والفكرة كانت وقتها كنت بحسه مش عارفة بصراحة أحتسبه تقليد أعمى، يلا كل الناس دي بتعمل كده فأنا أعمل كده، ولا هو كان مش عارفة، ما كنتش قادرة أدرك المشكلة فين بالظبط. بس برضو من الحاجات اللي كانت بتعجزني وقتها ان انا احط عادات كتير، والناس بتحط بال6 وال10 عادات، جت عليا ما اعمل كده، ما كنتش بعرف طبعا اشتغل عليهم، وكنت برجع لنقطة الصفر من جديد، بل أسوأ، لأن النفسية مش أحسن حاجة. الناس دي قادرة تشتغل، أنا مش قادرة أشتغل، فده كان بيعجزني، فكان بتفرق في نفسيتي. لأ أنا محتاجة ان انا اكون حد بيعرف يعمل كل الحاجات دي مرة واحدة. فالفكرة ان احنا نلعبها صح. حتى دايما لما بنيجي نخطط او نسمع اي حد بيتكلم عن التخطيط، بنقول ان الهدف يكون قابل للقياس، ويكون هدف واقعي نقدر نشتغل عليه. انا مكنتش بفهم الكلام ده وقتها، او بمعنى ادق كنت فاهماه بس كنت بستهبل، او ما كنتش فاهمة قدراتي، ما كنتش عارفة ممكن اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه، مش عارفة. بس كان في خلل وقتها، بس الحمد لله قدرت اعدل على كل الحاجات دي وقدرت اظبطها. عشان كده بما اني بسجل وبدون وبكتب دلوقتي، فبقيت اقول لكم كل الحاجات دي، اللي هو انا اصلا كنت بفكر بجد ان انا كنت محتاجة ان انا اعمل لكم فيديو مخصوص اشرح لكم فيه الكلام ده. سبحان الله، يمكن ربنا اراد ان الخطة تتبدل واليوم يبقى مش ظابط عشان اقدر اقول لكم الكلام ده في الوقت ده، فجت لكم بشكل افكر. فسبحان الله بجد، يعني يمكن ربنا بجد بدل الأحوال عشان أقدر أظبط معاكم الكلام ده. فلما يكون عندكم خطة فعلا قسموها لخطوات صغيرة. حابين تكتسبوا عادة، هونوا على نفسكم واكتسبوا عادة واحدة بس، ومن ثم لما تثبتوها اشتغلوا على اللي بعدها. ودايما اربطوا العادة الجديدة بعادة قديمة عشان تبقى أسهل عليكم. بما انه الفترة دي من حياتي فيها أحداث شويتين، فكنت محتاجة ان انا اتكلم او اعبر عن اللي جوايا واللي ببقى حاسة بيه الفترة دي، وكذلك الحاجات اللي انا حابة اشتغل عليها الفترة الجاية، لانه في اكتر من حاجة حابة ان انا اغيرها وحاجات عايزة اطور منها وهكذا. كذلك بما ان السنة اوشكت على الانتهاء، فمحتاجة كذلك اكتب خطتي علشان احاول اشوف ازاي ممكن انقذ ما تبقى من السنة والحق احقق الحاجات اللي انا كنت كاتباها وما خلصتهاش. الفكرة ان انا كنت كاتبة اهداف، ولكن طبيعي مع الوقت في حاجات بتتبدل، في حاجات بتتغير، في حاجات بنلغيها فالرحلة بتبقى مستمرة، عمرها ما بتمشي على نمط واحد، فلازم يكون عندنا المرونة الكافية لان احنا نستقبل كل ما هو جديد. نكتفي بهذا القدر من التخطيط، وخليني اخدكم جولة في الدفاتر بتاعتي. مش بالضرورة كحد لسه بيبدأ في التخطيط يكون عنده كل الدفاتر دي، ورقة وقلم كافيين لانكم تكتبوا، لان بالبداية اصلا مش بتبقوا عارفين هتكتبوا ايه، لغاية لما تحددوا وتقرروا انتوا محتاجين تكتبوا ايه. انا هخصص الدفتر ده للحاجة دي، الدفتر ده للحاجة دي، وهكذا. ولكن انا بكلمكم عني وعن اللي انا بستخدمه دلوقتي، فخليني اخدكم جولة سريعة. اول حاجة الدفتر ده اللي بكتب فيه السكريبتات بتاعة الفيديوهات، ده دفتر عشوائي بيبقى ميكس اللي كنت بكلمكم عنه، وده كمان دفتر عشوائي بس صغنن شوية. دي النوت او الدفتر اللي بخطط فيه بشكل اسبوعي،
ونقدر نعتبره بمثابة تو دو ليست يومية لأنه الدفتر عبارة عن يوميات انه سبت أحد وهكذا. وده كمان تو دو ليست ولكن بتبقى للشنطة وقت ما ببقى خارجة، لو شنطتي صغيرة بكتفي بالصغير ده بس. وده الكتاب اللي أنا كنت بقرأ فيه اللي هو بتاع صباح استثنائي كل يوم، بيكلمني عن فايدة الاستيقاظ مبكرا، ان يبقى ليا روتين صباحي، يكون عندي هدف انا بصحى بدري ليه اصلا، وهكذا. هنا قررت اني اقوم من مكاني واكمل جولتي. انتهى يومي بمكالمة من مامتي بتقولي انا محتاجة اكشف حالا عشان انا مش قادرة استحمل اكتر. الفكرة ان هي كانت عينيها وجعاها وبتحس بحرقان فيها طول الوقت، دايما في صداع. انا كنت حاجزالها على اساس ان هنكشف تاني يوم، ولكن بتقولي انا مش قادرة استنى لبكرة، انا هروح دلوقتي. وبالفعل رحنا وكشفنا والحمد لله يعني. الدكتور كتب لها انه لازم تلبس نظارة، ف مرحلة جديدة وحاجة جديدة بالنسبة ليها طبعا، ولكن الحمد لله ان هي مجرد نظارة، والله مستعان. وهنا جينا لفقرة الاختيار، بما انه نضارة وهتبقى خلاص بشكل مستمر، فكنا مهتمين اوي هيبقى شكلها عامل ازاي.